ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن المجموعه الاولى في تطويل الشعر وعلاج التساقط في الهند، وهي مجموعه كيش كينج الهنديه. المجموعه دي هي اصلا موجود كده على السايت بتاعهم. لما نفتح السايت بتاعهم هنلاقي ان هو مكتوب ان زيت كيش كينج للتطويل ووقف التساقط هو الزيت الهندي رقم 1 المستخدم في العالم من نسبه المبيعات، وده دليل على نتيجته الجامده والقويه مع الناس كلها. مبدئيا كده قبل ما نتكلم في حاجه عايزه الفت نظركم ليها، حمام كريم كيش كينج اللي صورته هتظهر عندكم دلوقتي ده للاسف مش من المجموعه اصلا، ودي حاجه مضروبه، الله اعلم مين اللي عاملها يعني، ونسيبها انها المجموعه كيش كينج. مجموعه كيش كينج الهنديه هي عباره عن 3 منتجات بس هيبانوا دلوقتي في الصوره عندكم، هما زيت كيش كينج، الشامبو بتاع كيش كينج، والبلسم بتاع كيش كينج، وهي دي المجموعه الكامله واللي موجوده على السايت. باختلاف بقى ان الشامبو بعد كده اللي احنا عارفينه بشكله اللي هو ده ظهر منه انواع تانية بغطاء اخضر علشان القشره، وظهر شامبوهات تانية من كيش كينج بقى بالبصل والروزماري وحاجات تانية. بس اهم حاجه او المجموعه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده او اساس مجموعه كيش كينج الهنديه لما نزلت للشعر هم ال3 منتجات اللي احنا قلنا عليهم دول، واللي هيبانوا برضو تاني دلوقتي: الزيت، الشامبو، البلسم. هنتكلم عنهم بالتفصيل وعن تأثيرهم وانا لما استخدمتهم حصل معايا ايه، ونتابع مع بعض بقى كده. تقولوا لي لو حد استخدم حاجة منها وكان ليه تأثير حلو على شعره او العكس، خلونا نكتب في الكومنتات، ولو ما فيش فانتوا تبقوا عرفتوا المعلومة الكاملة عن المجموعة. المجموعة بتتكون من 3 منتجات، والثلاث منتجات عن بترتيبهم عن طريق الاستخدام. هيبقى اول حاجة الزيت، زيت كيش كينج ده بيستخدم كحمام زيت، بعد كده الشامبو، بعد كده البلسم. زيت كيش كينج اللي صورته هتظهر دلوقتي معانا، الزيت ده هو بيعتبر من احلى الزيوت الهندية اللي بتستخدم في علاج التساقط وكمان انبات الشعر الجديد من البصيلات الضعيفة اللي مثلا نتيجة انها ما فيش اهتمام بيها بدأت ان هي ما بتطلعش الشعر وما فيش حركة دموية بتوصل لها، ما بيوصلهاش دم نتيجة ان الحركة الدموية في الجسم ضعيفة. فالزيت ده بيحفز بصيلات الشعر على انتاج بصيلات تانية جديدة، وكمان بيوقف التساقط وبيساعد في اطالة الشعر بسرعة اكبر. الزيت ده بيتكون من 21 عشبة هندية. احنا عارفين ان الاعشاب الهندية هي افضل الاعشاب اللي بتستخدم لتقوية الشعر وعلاج جميع مشاكل الشعر من تساقط وقشرة، وكمان علاج الشيب المبكر اللي بيظهر نتيجة العوامل بقى بتاعة الجو، وان مثلا السن بيكبر، الشعيرات نفسها ضعيفة، فهو بيعالج الكلام ده. وهو بيتكون من 21 عشبة هندية. هنقول كام عشبة منهم اللي احنا المفروض ان احنا نعرفهم يعني وتأثيرهم على الشعر. زيت كيش كينج هو زيت حاصل ومعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي FDA، وده طبعا دليل ان هو زيت أهميته في علاج الشعر ونتيجته ممتازة جدا، وكمان بيستخدم في علاج التساقط عند الشعر للأطفال، وده لأنه خالي من السيليكون والبارابين وأي مواد ضارة، فتقدري تستخدميه كمان للأطفال بأمان من غير ما تبقي خايفة إن يكون ليه تأثير سلبي على فروة الراس بتاعتهم. من ضمن المكونات بتاعة زيت كيش كينج واللي ليها أهمية كبيرة في علاج التساقط الصبار، والصبار طبعا احنا عارفين ان هو مرطب للشعر، فبالتالي الزيت هيكون مناسب لشعر الجاف والشعر الهايش. والزيت الأملة، وطبعا زيت الأملة ده معروف ان هو مقوي للشعر ولبصيلاته، وكمان بيساعد ويقاوم الشيب المبكر للشعر، يعني ان الشعر ما يبقاش لونه ابيض، فدي ميزة برضو حلوة جدا في الزيت. الحاجة الثالثة هي زيت الحلبة، وطبعا زيت الحلبة برضو معروف ان هو بيقلل التساقط وبيساعد على نمو الشعر وبيحفز بصيلات الشعر على انها تغذي الشعرية وتنمو اكتر. عندنا كمان عشبة النيم. عشبة النيم دي بتحفز نمو الشعر وبتغذي البصيلات وبتقويها. عندنا كمان زيت البراهيمي او نبات البراهيمي المستخلص بتاعه، وده بيحفز نمو الشعر. وعندنا العشبة الهندية اللي اسمها البرينج راك. البرينج راك دي تعتبر عشبة مشهورة جدا في الهند، بتستخدم لعلاج مشاكل التساقط في شعور البنات الهنديات، وده بيحسن من الدورة الدموية في الدماغ. فلما يحسن الدورة الدموية في الدماغ فيحفز الدم على ان هو يبقى في البصيلات بتاعة الشعر، فبالتالي بصيلات الشعر هتخلي نمو الشعر يبقى اسرع.
واخر حاجه معانا من ضمن الزيوت المعروفه زيت الاملك، وده بيقوي البصيلات، وكمان الكركديه بيعزز نمو الشعر وبيساعد على ان هو يقضي على البكتيريا او الفطريات المسببه للقشره في الشعر. دول الكام عشبه اللي احنا قلناهم دول حوالي 11 او 12، في غيرهم كمان حوالي 10 ما احنا ما ذكرناهمش علشان هم اعشاب هنديه اللي هي الاسامي الغريبه دي، فانا مش هعرف ان انا افيدكم فيها. لكن انتوا لو عايزين تعملوا بحث تفصيلي اكتر من كده، بس انا ما اعتقدش ان احنا هيبقى في تفصيل اكتر من كده، وجود اصلا العدد اللي احنا قلناه ده في اي زيت يخلينا نثق ثقه عمياء فيه ونبدا ان احنا نستخدمه. الزيت زي ما قلنا مناسب جدا للاطفال كمان لان هو ما فيهوش اي مواد ضاره. فوائده ان هو طبعا زي ما قلنا اول حاجه بيعالج مشاكل الشعر كلها، لو في قشره، لو في تقصف، لو في هيشان، بيعالج تساقط الشعر وبيحسن النتائج بتاعه تساقط الشعر لما بتستخدميه فتره طويله. ولو انت بقى طبعا عندك انيميا لازم تعالجي الانيميا، يعني انت لو انت اصلا هتستخدميه عشان تساقط الشعر وجسمك فيه انيميا، حاولي ان انت تاخدي الفيتامينز بتاعه الانيميا، فده مع ده هيساعد ان اللوك بتاع الشعر يبقى احسن في اقل وقت قليل اكتر من المعتاد لما هتستخدميه من غير فيتامين. يعني انت لازم تعالجي المشكله الداخليه برضو، وبعد كده هنبدا نعالج المشكله الخارجيه. فالمشكله الداخليه انت هتساعديها بالمالتي فيتامين بتاعك اللي هو هيحسن من صحه الفروه بتاعه الشعر والراس عن طريق تعويضها بالمواد اللي هي هيفقدها نتيجه ان انت عندك انيميا. وتاني حاجه بقى هنستخدم الزيت او المجموعه بتاعتنا دي، فده مع ده هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. زي ما قلت لكم انتوا علشان تلاحظوا النتيجه دي لازم تستمروا عليه فتره. الزيت هتستخدميه 3 مرات في الاسبوع، هتعمليه حمام زيت. حمام الزيت بيبقى على شعر ناشف، وهتبداي تدلكي فروه الراس، وهتبقي يا اما تستخدميه وتحطيه ساعتين على الشعر باستخدام البرو كاب اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. هتحطي البرو كاب على شعرك بعد ما تحطي حمام الزيت بتاعك، هتبداي ان انت تسيبيه تلت ساعه، تشغلي البرو كاب تلت ساعه وتفصلي، ولما يهدى خالص تشغلي كمان تلت ساعه وتفصلي. ممكن تعملي الحركه دي في الصيف مرتين او 3، وممكن تسيبي الزيت من غير ما تعملي برو كاب لو انت مش عندك من بالليل للصبح. اقل فتره هتسيبي فيها حمام الزيت ده على شعرك ساعتين، ومعاكي ل6 أو 8 ساعات اللي هم بتوع النوم، وتقدري بقى تقومي الصبح تغسليه. هتكرري الموضوع ده لو انت بقى بتعاني من تساقط شعر شديد وعايزه النتيجه فعلا تبان معاكي، وشعرك ضعيف وانت عايزه بصيلات تتجدد، فانت هتستخدمي حمام الزيت ده 3 مرات في الاسبوع، وكمان هتستخدميه لمده 3 شهور عشان تعرفي النتيجه وتحصلي على نتيجه كويسه هتتبسطي منها، وفعلا هتقرري ان انت تكملي عليه. بالنسبه للفايده الثالثه بتاعته هو المظهر بتاع الشعر بعد ما بتستخدميه، طبعا نتيجه المرطبات اللي موجوده فيه، فانت عندك منظر الشعريه هيبقى مترطب وناعم، واللون بتاعها هيبقى بيلمع، يعني هينعكس على صحه الشعر عامه كمان، غير ان هو هيساعد في الاطاله وهيمنع التساقط او هيقلله وهيحفز بصيلات شعر جديده. فانت كمان اللوك بتاع الشعر نفسه هيبقى صحي وحلو، وده هيريح نفسيتك. وطبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ان النباتات اللي في منها نباتات مقاومه للشيب، فدي بتعالج او بتقوي الشعره انها تقاوم العوامل المسببه للشيب المبكر للشعر. العيوب بتاعه الزيت ده عشان برضو نبقى فير نقول المزايا ونقول العيوب. العيوب بتاعته اول حاجه الناس اللي بتستخدمه على شعرها بعد الحمام وبتسيبه، يعني لو انت هتستخدميه كزيت تسريح، وده احنا قلنا مش هينفع لان هو فيه زيوت تقيله جدا زي زيت الحلبه، زي ما قلنا زيت الامله للاسف بيعمل لهم قشره. يعني في ناس استعمال الزيت بالطريقه الخطا دي بيعمل لهم قشره، وفي ناس برضو لما بيستخدموه ويسيبوه حمام زيت ممكن يعمل لهم قشره. فلو ده حصل معاكي، لا انت ممكن تعالجي القشره عن طريق ان انت كنا قلناها في فيديو قبل كده وهنقولها تاني، ان انت اخر شطفه بتشطفي بيها شعرك تبقى عباره عن ميه وخل تفاح، ده هيساعد في تقليل القشره خالص. هنضحي بالحته دي مقابل ان انت الزيت هتستخدمي منه الفوائد بتاعته، لان احنا دلوقتي قلنا هو الزيت رقم 1. وطبعا احنا عارفين الاجانب لما بيعملوا دعايه مش زي عندنا اي حاجه بنقول عليها رقم 1 يعني. فالزيت فوائده كتيره جدا. لو حصل ان انت فعلا استخدمتيه ولقيتي قشره، استعملي خل التفاح مع الميه واعمليها الشطفه الاخيره، فان شاء الله القشره دي هتنتهي. العيب التاني في الزيت ده بالنسبه لي انا مش عيب قوي، بس في ناس ممكن يبقى بالنسبه لهم عيب، هو ان ريحته نفاذه شويه كتير، يعني ممكن انت ما تتقبليهوش، بس صدقيني انت كده كده هتغسليه، ولما بتغسليه بالبلسم بتاعه الريحه بتروح، زائد ان انت لما بتنشفي شعرك كمان وبتسيبي شعرك في الهواء كده يتهوى الريحه بتخف خالص. يمكن هما دول العيبين اللي بيقابلوا الناس في استخدام الزيت، واللي انا شايفه ان هما لا نعديهم علشان خاطر ناخد الفوائد بتاعه الزيت.
ده كده الزيت بتاعنا. تاني خطوه المفروض بعد ما استعملنا حمام الزيت هنبدا بقى ايه؟ نغسل شعرنا. هنغسل شعرنا بالشامبو بتاع كيش كينج اللي هو الجميل ده. الشامبو ده متوفر منه احجام من 80 مللي ل 340 مللي، فدي مميزات حلوه قوي في ان انت تقدري تجيبي الحجم الصغير الاول وتجربيه. الشامبو بصراحه هو مكتوب عليه اصلا، مكتوب عليه انتي هير فول شامبو ان هو مضاد للتساقط، وكمان مكتوب ان هو بيحتوي على 21 عشبه. الاعشاب اللي فيه بتعمل على تقليل نسبه التساقط بنسبه 80%. ده مكتوب على فكره على العلبه من ورا، انا بقراها من على العلبه من ورا. وان هو بيخلي الشعر ناعم ولامع وكمان مظهر وصحي، وبينعش فروه الراس. ودي حقيقه على فكره فعلا هو الشامبو بيعمل كل ده. من ضمن بقى الكلام اللي انا شفته اللي انا استغربته جدا ان هو مكتوب عليه من تحت خالص فور سيل ان انديا اونلي. يعني ده معناه ان هم ناس بيهتموا قوي بالناس بتوعهم يعني، وان المفروض ان المنتج ده غير خاص بالتصدير وده منتجهم لوحدهم. بس طبعا ايه، احنا ما بنغلبش، جبناه لغايه عندنا. الشامبو بيتكون برضو من 21 عشبة اللي هم نفسهم موجودين في الزيت. وطبعا دول كده ده شامبو طبي مبدئيا، هو خالي من اي حاجة ضارة خالص. يعني هو ولا فيه سيليكون ولا بارابين ولا سلفات ولا اي حاجة خالص. يعني بامان تستخدميه مع الاطفال زي البيبي جونسون كده. يعني ده كمان البيبي جونسون عندنا فيه سلفات، ده ما فيهوش اساسا. لكن هو سبحان الله النباتات اللي فيه زي الاملج ده شوية صابوني، مادة صابونية. يعني هو نبات بس هو صابوني كده، فبيساعد على تنظيف فروه الراس. فهو سبحان الله رغم ان هو ما فيهوش سلفات لكن هو بيرغي وقوامه تقيل جدا، وده بيعتبر من العيوب فيه. يعني من ضمن العيوب اللي موجوده في الشامبو، هو انا بالنسبه لي هي مش عيوب قوي عشان هم حاجتين بس العيوب. ان اول حاجه القوام بتاعه تقيل، وده انت بتتغلبي عليه بان احنا قلنا اصلا احنا كده كده مش هنستخدم الشامبو سكه على شعرنا. احنا هنجيب كوبايه ميه او ازازه ميه نحط فيها ميه كلها، ازازه ميه معدنيه صغيره، حطي فيها مثلا 3/4 ميه، وحطي قد معلقه كبيره من الشامبو، ورجي الازازه كويس قوي. هتلاقي ازازه الميه اللي انت ملياها ميه دي اتملت رغاوي. الرغاوي دي هي اللي هنغسل بيها فروه راسنا. وزي ما اتعلمنا في طريقه غسل الشعر ان انت هتاخدي الرغاوي بقى هتحطيها على الشعر نفسه. فبالتالي انت حته ان القوام تقيل دي احنا اصلا كده كده منبهين ان احنا مش هنستخدم الشامبو سكه على شعرنا. فبالنسبه لنا قوامه تقيل او مش تقيل مش هتفرق معانا، بالعكس ده بالنسبه لنا ميزه، لان ده معناه ان اقل مقدار هنستخدمه هينضف شعرنا كله من الزيت اللي هو موجود. فانت هتحسي ان من مره واحده بس غسلتي فيها شعرك انت ما هلكتيهوش من كتر استخدام الشامبو، زائد ان هو نضف على طول. العيب التاني هو نفس عيب الزيت، ان الريحه نفاذه. الريحه النفاذه دي بالنسبه لي انا هي عامله زي صابونه بالموليف الخضراء، فهي بالنسبه لي حلوه مش وحشه. وانا شايفه برضو ان ده عيب يعدي على الناس كلها عادي. هو ريحته بس ايه زي ما بيقولوا كده قاسيه شويه على المناخير، لكن مش منفره، ومع الميه خلاص الريحه بتروح. فوائده بقى طبعا زي ما قلنا، اول حاجه خالي من اي مواد ضاره، ومكتوب عليه ان هو اصلا شامبو طبي، فبالتالي انت تقدري تستخدميه بامان لاي حد لاي عمر. طبعا بيرطب فروه الراس وبيرطب الشعر وبيقاوم التساقط. انت لما بتحطيه على فروه راسك عادي جدا تسيبيه لغايه 7 دقائق لانه شامبو طبي علشان شعرك يستفيد منه. بيحسن مظهر الشعر من بره لانه بيحوله لناعم، وده احنا برضو قلناه في الفوائد. وكمان بيقاوم ظهور الشعر الابيض. بالنسبه لي انا الشامبو بيعتبر من الاسعار المتوسطه، فئه الاسعار المتوسطه اللي انت تقدري تستخدميه. هو سعره لا عالي قوي ولا رخيص قوي بالنسبه للشامبوهات الثانيه، زائد ان هو في منه كذا حجم، فتقدري تجربي في الاحجام الصغيره اللي بتبدا من 80 مللي اللي سعرها تقريبا من 100 ل 120 جنيه، فتقدري تستخدميه الاول وتجربي الحجم الصغير وتشوفي تاثيره ايه عليكي. البديل المصري بتاعه لوريال الفيف، لكن هو بينشف، دي اول حاجه. تاني حاجه هو مش طبي طبعا، هو فيه سلفات. ده لو انت عايزه حاجه نفس التاثير في التنظيف ومقاومه التساقط وكده ممكن لوريال الفيف، لكن هو مش طبي للاسف. لكن ده بالنسبه لي انا هو بديل ممتاز لكل الشامبوهات اللي ما فيهاش سلفات واللي في نفس الوقت بتعمل رغوه وبتنظف الشعر. الحاجه الثالثه البلسم بتاعنا، بلسم كيش كينج، واللي اتفقنا ان انت لما تستخدمي شامبو وتستخدمي البلسم بتاعه بيعمل لك نتيجه ممتازه. فشامبو بالمواصفات دي مع حمام زيت بال 21 عشبه زي ما قلنا، البلسم فيهم نفس ال 21 عشبه برضو، وهتستخدميهم. اهم حاجه فيهم طبعا خلاصه الصبار اللي بيرطب، برضو ما فيهوش اي سلفات ولا بارابين ولا صوديوم ولا اي حاجه. وطبعا احنا عارفين الاستخدام هيتحط على شعر مغسول من دقيقتين ل5 ماكسيموم لغايه لما تاخدي الشاور بتاعك، وبعد كده بتشطفيه.
نتيجة المجموعة على بعضها لما بتستخدميها نتيجة ممتازة ممتازة ممتازة. أي بنت عندها تساقط في الشعر جامد ومش لاقيه له علاج، طالما هي متأكدة إن الأنيميا عندها تمام ومش عارفة التساقط ده إيه، أنا أنصحك بالمجموعة دي، لأن هي غالبا كده هيبقى أنت الدورة الدموية بتاعة بصيلات الشعر عندك ضعيفة، فأنت هتنشطيها بحمام الزيت بتاع كيش كينج، وإن أنت هتعملي المساج بتاع فروة الراس، هتستخدمي الشامبو وهو شامبو طبي، فهتبقي مش خايفة على شعرك إن هو يتضر، هتستخدمي البلسم، وزي ما قلنا واظبي على المجموعه من 3 شهور ل 6 شهور، هتلاقي النتيجه ممتازه. ممكن من اول شهر يبان معاكي تقليل التساقط ده، يعني مثلا اول اسبوعين 3 هتلاقي تقليل التساقط ده بقى باين. حاولي ان انت ما تستخدميش الزيت كزيت تصفيف لانه تقيل، ولان فيه زيوت تقيله هتسد بصيله الشعر وهتقلب الموضوع للعكس، والشعر هيقع بدل ما احنا بنحاول ننبته، لان الزيوت التقيله هتسد فروه الراس. فخدي بالك ان احنا زي ما اتفقنا ان احنا هنستخدمه حمام زيت فقط، ما تقوليش هضاعف النتيجه بان انا احطه زيت تصفيف، لا ممنوع الكلام ده. واستعملي المجموعه وهتلاقي فعلا نتيجه ترضيكي. جربيه، ولو انت جربتيه يا ريت تقولي لنا النتيجه بتاعته، ولو انتوا ما جربتوهوش اتشجعوا يا بنات وجربوه، حقيقي حقيقي المجموعه فعلا تستاهل. والهند عامله لنا حاجه نظيفه جدا جدا، وانا يعني اتبسطت بالنتيجه بتاعتها. فجربوها واكتبوا لي في الكومنتات، والبنات اللي جربت تكتب لي في الكومنتات، واللي هيتشجع وهيستخدمها يبدا يتشجع فعلا ويستخدمها، يقول لي انا هبدا من النهارده، وهنتظر ان انتوا تقولوا لي النتيجه. ويا رب يكون الريفيو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني.